النحل كان بيعصر الرحيق زي بالظبط ما بيحلبوا البقر، بس النحلة دي مختلفة. هو بيغرز شوكته في ساق الزهرة، وبعدين يثبت الجردل، ينزل على الساق، يشغل الزرار، والرحيق ينزل في الجردل. أصحابه كانوا بيجمعوا اللقاح، وبعد ما ينشفوه يحدفوا اللقاح على الورق بالمعالق، ينزل لتحت لحد ما يقع في العربيات الصغيرة بتاعت النحل اللي شايلة اللقاح وترجعه للخلية. شغلهم كان متقسم بدقة. النحل كان بيرمي اللقاح في مكبس علشان يستخرجوا منه المغذيات قبل ما ينقلوه للمرحلة اللي بعد كده. نحل تاني بينخل اللقاح الناشف ويفصل اللقاح الناعم علشان يعملوا منه بودرة لقاح، واللي بتتقلب في محلول المغذيات المصفى. ولضمان إن الخلطة تبقى متجانسة، النحل حتى بيستعمل مضرب بيض. الشيف بيدوق بعناية يشوف الحرارة مظبوطة ولا لأ، وفي الآخر العسل الجاهز بيتصب في قوالب علشان يبرد ويتماسك. والحفظ العسل مدة أطول بيقفلوا البرطمانات بشمع سائل. الكل كان شغال في نظام وحيوية، لكن الاتنين دول من النحل راحوا في ميعاد غرامي وقت الشغل. جريوا وبيضحكوا من غير توقف، من غير ما يعرفوا كانوا متراقبين. العنكبوت تتبع أثرهم، مستخبي في الضلمة مستني فرصته. هجم، ولما استخبى جوه زهرة كارل جري على المكان وفضل يطعن العنكبوت بشوكته الحادة. الوجع الرهيب جنن العنكبوت. بهوائياته ضرب كارل لحد ما فقد وعيه، لكنه رفض يستسلم. اقتحم وكر العنكبوت، هرب واتصل بخط الطوارئ بتاع الخلية. في لحظة كل النحل اتحرك، بيغيروا أشكالهم في الهواء وهم طايرين ناحية العنكبوت اللي بيجري. العنكبوت ما قدرش يستحمل وهرب مرعوب